بعد قرعة كأس العالم للأندية ووقوع النادي الأهلي في طريق الاتحاد، تصريحات نارية من الإعلام السعودي على النادي الأهلي، وفعلا الأهلي قادر إنه يفوز على الاتحاد. طب طريق الأهلي للمباراة النهائية صعب ولا سهل؟ ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو ده، تابع للآخر. قرعة كأس العالم للأندية اتعملت يوم الثلاث. القرعة وقعتنا قدام الفائز من الاتحاد وأوكلاند سيتي، بس أنا طبعا متوقع إن الاتحاد هيعدي بسهولة من مباراة أوكلاند سيتي. في الفيديو ده بقى هوريك رد فعل الإعلام السعودي عن مواجهة النادي الأهلي. قبل ما نشوف الإعلام السعودي بيقول إيه، تعالى كده نشوف طريق النادي الأهلي. الأهلي هيواجه الاتحاد في دور ربع النهائي. الاتحاد طبعا فريق كبير، في حوالي مثلا 5 أو 6 عناصر كانوا الأفضل في أوروبا، فريق اكيد مرشح عادي انه ياخد البطولة. كمان سيبك من لعيبة الاتحاد، المباراة اساسا في جدة وفي ملعب الاتحاد، وهتبقى شبيهة كده لمباراة الوداد اللي كانت في المغرب. والاهلي لازم يستغل اي فرصة تجيله، لان المباراة دي مش بتبقى 50-50 زي ما قلت لك. لما بتبقى المباراة على ارضك ووسط جمهورك فانت اللي بتبقى ليك الافضلية، فالمباراة هتبقى صعبة على الفريق التاني. طيب لو الاهلي فاز هيلاعب فريق تاني صعب برضه، وهو فريق من امريكا الجنوبية، فريق برازيلي او ارجنتيني. وكلنا عارفين ان احنا قدام الفرق اللي جايه من امريكا الجنوبيه بنعاني قدامها، بتبقى المباراه صعبه، ولما بنفوز عليهم بيبقى البدني بتاعنا وقع، لان الفرق دي بتبقى عندها لعيبه كتيره تقيله ولاعيب الكوره، ولاعيبه الكوره بتتعبك قوي في الملعب. طيب في حال ان فوزنا على فريق امريكا الجنوبيه فهنواجه اكيد مانشستر سيتي، مش محتاج اتكلم عليها. انت اساسا هتكون رايح النهائي وانت كسبان فريقين صعبين قوي، فصعب كمان انك تكسب المان سيتي بكل النجوم دي. هو طبعا مفيش مستحيل، بس احنا كده نركز على هدفنا ونمشي خطوة خطوة. تعالى بقى لتاني جزء، وهو رد فعل الاعلام السعودي بعد ما النادي الاهلي وقع في طريق الاتحاد. اللي انا ملاحظه ان الاعلام السعودي بيقول على مواجهة الاهلي انها مواجهة عادية، ودي بسبب التدعيمات اللي عملتها السعودية الفترة الاخيرة للفرق بتاعتها، وان طريق الاتحاد مفروش بالورود لحد النهائي. وشكلهم كده برضو نسيوا تصريحاتهم قبل مباراة الاهلي والهلال. واحد سعودي هيقول لي بس ثانية، انت هنا بتتكلم على صفقات جديدة عالمية موجودة غير اللعيبة اللي كانت موجودة في الهلال وقتها. هرد عليك بكذا حاجة، اولهم كاسماء قبل مباراة الاهلي والهلال. الهلال كان افضل بكتير، وكان معاه لعيبة كتيرة ولاعيبة الكواليتي بتاعها عالي قوي. يعني اول حاجة لعيبة الهلال كانت افضل من لعيبة النادي الاهلي طبعا من حيث الامكانيات، دي اول نقطة. اما تاني نقطة وهي ان الاهلي كان بيلعبك وفي حوالي 6 أو 7 لعيبة مؤثرين كانوا خارج القايمة، كان منهم الشناوي واكرم توفيق وبيرسي تاو وبدر بنون. انت بتتكلم في نص الفريق، وبالتحديد خط دفاعنا ما كانش موجود. اما تالت حاجه بقى وهي انك معرفتش اساسا تعدي نص ملعبك حتى قبل الطرد. كان الاهلي مستحوذ، وقبل الطرد الاهلي كان متفوق عليك بهدف واتنين، يعني الطرد مش هو اللي فتح شريط الاهداف. اما رابع حاجه بقى وهي اننا لعبنا ريال مدريد عادي، والريال كانت معاها نجوم افضل من الاتحاد دلوقتي، وعملنا قدامهم مباراه تاريخيه. بس للاسف اخر 5 دقايق النتيجه اتغيرت، وبقت النتيجة لا تعبر عن المباراة، لأن النادي الأهلي راح ب4 أو 5 هجمات كلهم اجوال، بس لولا التوفيق ما كانش معانا، وبرضه ما كانش معانا المهاجم اللي يخلص، فالمباراة راحت في سكة تانية. خامس حاجة بقى ملهاش علاقة بالمباراة، بس عشان أوريك قيمة الأهلي، وهي إن الأهلي شارك في كأس العالم في أولى مبارياته في 2022 بدون اللعيبة الدولية، ولعب باللعيبة الشباب وقدر يفوز على فريق صعب وقتها وفريق مونتيري المكسيكي. انت لو قعدت 100 سنة بأقوى فريق عندك انك ما تلعبش بافضل 6 أو 7 عناصر عندك في الفريق، وكمان تلعب المباراة دي بلعيبة شباب اول مرة تشارك، مش هتقدر تعمل نفس الانجاز اللي عمله النادي الاهلي. بس دي عظمة وقيمة النادي الاهلي، والاهلي ملوش امان مع اي فريق بيلعبه. وده كان فيديو بسيط كده، يا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.